السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سباركس؟ عاملين ايه؟ انا فيفان، هكون معاكم في بلاي ليست دكتور اسنان. ليه اول ما بنسمع كلمة دكتور اسنان بنخاف؟ اول حاجة بتيجي في دماغنا هي حقنة البنج او خلع السنان او صوت الكونترا اللي بيخلي ناس كتير قوي تتوتر. لكن الحقيقة ان طب السنان اكبر بكتير من الصورة دي. كتير مننا متعود يزور دكتور اسنان بس وقت الألم، لما السنة يوجعنا أو لما المشكلة تكبر. لكن دور دكتور السنان مش بس إنه يعالج الألم، هو كمان بيحافظ على أسنانك قبل ما المشكلة تحصل من الأساس. يمكن احنا عارفين إن دكتور السنان بيعمل حاجات زي الطربوش، زي الحشو، زي التقويم، لكن السؤال المهم هو ده بيفيدنا في ايه؟ الفكرة ببساطة إن علاج مشكلة صغيرة في وقت بدري ممكن يحمينا من مشاكل أكبر بكتير بعد كده، زي فقدان الأسنان أو البري أبيكال ليجنز أو الأبسس. والأهم من كده إن الفم مش منفصل عن باقي الجسم. كتير من الأمراض ممكن تظهر علامتها الأول داخل الفم، ودكتور السنان بس هو اللي يلاحظ ده الأول. عشان كده متابعة الأسنان مش رفاهية، دي جزء أساسي من الحفاظ على صحتنا. وكمان الابتسامة ليها تأثير كبير جدا على ثقتنا بنفسنا. لو في سنة مكسورة أو سنة مسوسة هنداري عليها، وده هيأثر على كلامنا وضحكنا. لكن مع تطور طب أسنان ممكن لو سنة مكسورة أو متاكلة نحاول إن احنا نحافظ عليها ونرجعها تاني تبقى ناتشرال قد ما نقدر. عشان كده في السلسلة دي هنتعرف مع بعض على عالم طب أسنان بشكل أبسط، هنفهم ايه اللي بيحصل جوه العيادة وازاي نحافظ على أسناننا بطريقة صح. مستعد؟ تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.